وأي مصيبة هي أعظم من مصيبتك يا أبا عبد الله. وأي مصيبة هي أعظم من مصيبة زينب. اعذرني سيدي يا صاحب الزمان في هذه الليلة، كأني بمولاي أمير المؤمنين أتى إلى قبر أبي الفضل العباس يخاطبه يقول لا يا أبو فاضل بزينب مهجة الزهرة وصيتك يا قمر عدنان، ما ظنيت تتركها يا عباس بولية العدوان. تذكر يوم سايلها وعلى خدها الدمع سايل، يا زينب من اخوانك مين تختاري لك كافيل؟ قالت ما اريد ان غير يكفلني ابو فاضل. هاي يقول له بعد يزيد عليه العتاب، يقول له زينب كانت بعهدي وظلها ما حد يشوفها، واخرها تطب الشام مجتوفة مع الكوف. يقول له زينب كانت بعهدي وظلها ما حد يشوفها، واخرها تطب الشام مجتوفة مع الكوفة. جاوبه أبو الفضل العباس، ولكن سيدي يا صاحب الزمان تحمل هذا الجواب. يقول له يا ابويا يا علي، يقول له اختي يوم انا موجود ما حد هتك لها دار. يقول له اختي يوم انا موجود ما حد هتك لها دار، ولا اخذها اللطم صوبي ولا وقفت بدون خمار. سيدي يا صاحب الزمان العباس يذكرك بمصيبة جدتك فاطمة. يقول له اختي يوم انا موجود ما حد هتك لها دار، ولا اخذها اللطم صوبي ولا وقفت بدون خمار، بعد ولا واحد كسر الضلوع ونبت بالصدر. مسمار السيد يا صاحب الزمان اظهر وخل الرواية من الشرار، وصل بالجبتين من فوق شجرة وصيح ظل أمي الزهرة اش كسرت ومنها بحقها وهاج احزانه. بعد سيدي نريدك تنشدها، منها بحقها وطرحها الجنين، من لطم خدها يا ويلي والجبين. ماتت الزهرة والله ماتت الزهرة وبعد حمرة العين بعينها تبقى وليوم حسابها. استنهاض إليك سيدي يا صاحب الزمان في هذه الليلة. قوم
إلى متى سيدي ننتظر؟ إلى متى؟ قوم ما حد غيرك باين وتر، وانشد على الباب يا واللي جسر. بعد اكو نجدة تتحمل، وانشد امك يا ضلع منها انكسر، ويا ثدي نعاب وجنين العاقل.